السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا جماعة عاملين إيه؟ في الفيديو ده هنتعرف على جميع الطرق اللي تخليك تسجل الفاولات أو الضربات الحرة. عارف إنه معظمكم مش بيعرف يسجل أهداف في تحديث 2026 من الفاولات يعني، بس ما تخافش، بعد الفيديو ده إن شاء الله مستحيل تضيع أي فاول أو ضربة حرة. شاهد الفيديو للنهاية عشان تطلع مستفاد، ولايك على الفيديو ده عشان أكمل معاكم واستمر، واشترك في القناة وصلي على النبي ويلا بينا. بس أول حاجة عايزين اللاعب يكون إيه الريتنج بتاعه عالي في الضربات الحرة، مثلا كيفن دي بروين. تمام، يلا بينا. ركزوا معايا كده يا شباب، بصوا معايا. أول حاجة هوريك الغلط اللي أنت بتعمله في تسجيل ضربات الحرة. أنت بتسحب الشاشة كده ايه لفوق، او بتسحب ايدك كده برضو على الجنب وبتشوط، لا كده غلط تماما. طيب ايه الصح بقى؟ الصح انك تركز معايا كويس وشوف انا بعمل ايه. هنزل لكم كده سهم تعمل زي اللي انا كده عامله بالظبط، واهم حاجه سرعه ايدك في الشوط عشان ايه الكره تيجي معاك سريعه والحارس ما يصدهاش. اهي هعمل لكم الطريقه دي مره تانية وتالتة لحد ما تتعلموا كويس. عايزك تعمل زي اللي انا بعمله كده بالظبط لحد ما تتعلم كويس وتبقى محترف في تسجيل الضربات الحره او الفاولات. اهي عايزك تخطف ايدك كده ايه لتحت لفوق لتحت بسرعه بقى. طيب ليه؟ عشان الكرة تيجي سريعة والحارس اصلا ما يفكرش انه يجري عليها، هو بيجري عليها بس مش هيصدها. اهي بص، هعمل لكم الغلط اللي انتوا بتعملوه عشان ايه اخش لكم على الطريقة التانية. اهو انت بتسحب صباعك كده ايه للشمال لناحية الشمال يعني، اهو كده ايه اكبر غلط انت بتعمله. طيب يا شباب دلوقتي تعالوا معايا اوريكم اقوى طريقة انا بستخدمها عن نفسي وبسجل منها جوال كتير، فتعالوا معايا كده ايه اوريكم الطريقة اللي انا بعملها. ركز معايا كويس وعايز مخك وايدك تشتغل معايا. اهو تعمل نفس السهم بقى، وعايز الباور ما يتمليش زي اللي من تحت. هعملها لكم تاني وشوفوها انتوا بنفسكم. اهي مره تانية، ركزوا لي على الباور من تحت. زرار الباور او التسديده ما بتتملش على الاخر يعني، بص كده. اهي تعالى مره تالتة، بص ركز فيها كويس، وبرضه ركز لي على السهم برضه يعني، اهم حاجه يعني الاهم من الشغل تظبيط الشغل. اهو شايفين الكره يا شباب بتروح دقيقه وسريعه وكل حاجه. طيب يا شباب في طريقه تالتة، وعايزين اللاعب يبقى قريب شويه عن المرمى عشان في فاولات كتير بتيجي من المكان ده وتعرف تستخدمه كويس. بص كده السهم، وركز لي برضه على الباور من تحت مش بيتملي على الاخر، الكوره بتروح سريعه ودقيقه وكل حاجه. بص كده السهم مره تانية اهي، تسحب لفوق وتنزل لتحت خالص بقى. ونجرب برضو نملى الباور. تمام، الطريقه دي لازم تتعلمها كويس عشان تعتبر اهم طريقه، لانه اكتر فاولات بتاخدها من المكان ده. فركز لي كده انا بلعب ازاي واعمل زيي بالظبط. عايزك تتعلم الطريقه دي كويس عشان في طريقه رابعه واللي هي اخر طريقه لتسجيل الفاولات من زاويه بعيده يعني. تعالوا يلا بينا. بس قبل ما نخش على الطريقه الرابعه عايزك تقول لي ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في المحتوى عامه يعني، وايه الحاجات اللي المفروض اعدل عليها في القناه وفي تسجيل الفيديوهات وفي الافكار يعني. اعطونا رايك برضو ودعمنا، ويلا بينا على الطريقه الرابعه. اهي شايفين الزاويه دي؟ اعمل لي السهم كده بالظبط وملي الباور على الاخر وحطها لي في الزاويه دي وجول. فهمتش حاجه صح ولا انا؟ تعالوا مره تانية. اول حاجه هتظبط لك كده الباور او الشريط الازرق ده، وتسحب ايدك كده لفوق ولتحت على طول وتملي الباور على الاخر وتنزل الكره هدف لا في العرض، عشان يعني لو خدت فاولات من المكان ده. تعالى مره تانية. اول حاجه تظبط لك كده الباور، وبعد ما تظبط كده الباور هتسحب كده من تحت لفوق وتنزل لتحت وتملي الباور على الاخر وتشوط، واهم حاجه الباور يتميل على الاخر عشان الكره تروح سريعه. طيب يا شباب، وفي فيديوهين او ثلاثه تقريبا نزلتهم على القناه، اتمنى تروح تدعمني عليهم، لايك كده وكومنت حلو بس. طيب دول كانوا الاربع طرق اللي احنا اتعلمناهم، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والفيديو عجبكم. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جايه، واكتب لي تحت في التعليقات ايه المفروض اللي احسن منها واطور نفسي ازاي واطور من القناه بتاعتي عامه ازاي يعني. وبس كده، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، اشوفكم على خير، سلام.